عسلامة ومرحبا بكم في ليديليز دسومة. شقولكم في الثخامة وشقولكم في البقلاوة التونسية. اليوم باش نشوف مع بعضنا غسالة البقلاوة التونسية بالفاكهة. احنا سبق قرينا مع بعضنا غسالة البقلاوة العدلية، نحط لكم مرابط متاعها تحت الفيديو هذا اللي يحب يشوفها. اما بقلاوتنا متاع اليوم من الفوق باش نعملها لوز بودر ومن اللوطة لوز بودر، وفي الوسط نعملها فاكهة كونكاسات تقرمش وكلها بنة. انا عملت بفريوة ولوز وفستق وانتم عندكم حرية الاختيار، المهم تبعوا معي الطريقة والتفاصيل. وبالنسبة للمقادير جميع الأطباق كالعادة تلقاوها تحت الفيديو هذا، المهم تبعوا الطريقة. انا عندي طبق 30 على 30، دونك باش نستحق كيلو فرينة. نجم نستعمل فرينة البقلاوة ولا اي نوع فرينة باهية ما يقلقش. وبالنسبة اللي عايشين البرد تستعملوا فرينة تيب 00 تيب 45 ولا تيب 55. كيما قلت لكم اي نوع متاع فرينة نجموا تخدموا بيه. دونك على طبق 30 على 30 نستحق كيلو فرينة. 150 مليلتر زيت زيتونة، تجيب لنا برشا بالزيت زيتونة. ونستحقوا وديما نقول لكم عليها العظمة، راهي البقلاوة التونسية الأصلية تجيب العظمة اللي تعطيها برشا بنة وبرشا ترابة، وهذاك الفرق كما قلت لكم ديجا في البقلاوة العادلية بين البقلاوة التركية والتونسية. تبدأ أطرى بك العظمة نحطها، اخترت عظمة كبيرة كما قاعدين تشوفوا وباهية. وعلى كيلو فرينة القاعدة تقول 20 جرام ملح، دونك الملح بالقاعدة كيلو فرينة 20 جرام ملح. وبالنسبة للماء انت والفرينة متاعي قداش تشرب، انا حسب تقريب 425 مليلتر ماء. اما الماء منحطوش دفعة واحدة، نحطوه بشوية بشوية ونشوفوا العجينة متاعنا قداش تستحق. هنا خبيت شوية من الماء اللي كيلته اللي هو 425، حطيت فيه 20 جرام تاع الملح باش نحل الملح ونضمن اللي هو يتحل في الماء بل ما نحطه مع الفرينة. بالنسبة للفرينة بطبيعة الحال نغربلوها، ومن بعد نعمل فيها الحفرة نحطه 150 مليلتر من زيت زيتونة، وتجيب نينة بزيت زيتونة ما تجيش قوية بالعكس تجيب نينة. كما قلت لكم هذه هي نتاع طبق 30 على 30، ولو تبقى الاخرين تنحط لكم المقادير نتاعهم تحت الفيديو هذا. هي راهي ما تتبسسش، اما انا طريقتي ديما نحب ندخل الزيت من الاول في الفرينه. بعد ما دخلت الزيت في الفرينه شويه مش برشا، ما بسستهاش برشا، حطيتك العظمه بعد ما ركضتها وخلطتها في الخليط نتاعي. وبعد حطيتك الماء هذاك اللي فيه الملح، وقعدت نزيد في الماء اللي هو دافي بطبيعه الحال بشويه بشويه، نزيد فيه بشويه بشويه ونلم. انا والعجينه نتاعي قداش تشرب كيما قلت لكم انا شربت لي 425 مليلتر من الماء. بعد نعجنوها لمده 15 دقيقه بكفوف يدينا ما نقطعوهاش. ودوا بالكم راهي العجينه نتاع البقلاوه كانت تقطعت ما عادش نجم تعملوا بها بقلاوه تتقطع. عجنتها 15 دقيقه لين ولات طريه كيما قاعدين تشوفوا، تحصلت على القوام هذا بعد 15 دقيقه من عجنتها بكفوف يدي. اللي فوهم من بعد بابي سلوفان على هواء ونخليوها ترتاح ساعة، ولازم نغطيوها بالكدا على هواء خاطر كان تشم الهواء ما عادش تحلنا الورقة متاع البقلاوة. وتوا باش نعملوا زبدة نوازات اللي باش نشكشكوا بها البقلاوة. انا خلطت بين زبدة نوازات ذايبة وزيت زيتونة، اللي خاف لا يحرق الزبدة يستغنى عليها المرحلة هذه ويشكشك البقلاوة متاعو بالزيت زيتونة. اش معناها زبدة نوازات؟ ناخذوا زبدة حيوانية، هنا خذيت حسب تقريب 300 جرام 300 400 جرام، حطيتهم على نار هادية لين الزبدة تتحرق ويتنحى الحليب متاعها هذاك كله ويهبط في القاع متاع الطنجرة وتولي فيها ريحة النوازات بنينة. هذه تبنن برشا البقلاوة. كما قلت لكم حتى زيت زيتونة وحده يكفي، معناها تنجموا تشكشكوا به البقلاوة. اما انا خلطت شوية من هذية وشوية من زيت زيتونة، خلطتهم مع بعضهم باش تجيني دوب البنة كما نقول. بعد ما تكشكش تهدى تشموا ريحة النوازات، وقتها الزبدة النوازات متاعنا حضرت. لهنا مش بالضرورة تتنحى على الكشكوشة ساعة ما نحيوهاش احنا، خلوها كما قلت لكم تهبط في قاع الطنجرة كما قاعدين نشوف تتحرق وحدها. لهنا مش بالضرورة تتنحى كلك الحليب هذاك، تنجموا تصفيوه من بعد. شوفوا لونها يظهر لكم غامق، اما كتهزوه في المغرب يبدا لونه مستصفر كما كيكه. وبالنسبة للفاكهة طبق 30 على 30 يستحق كيلو 300 فاكهة. انا العلو متاع الطبق متاعي 3 سنتي، كان الطبق متاعكم علو 4 سنتي تستحقوا كيلو و400 فاكهة. باهي لهنا اللوز مسلسل نعمل ابيض ويجي مزيان في البقلاوه، اما انا حمرته شويه باش يبدا ابن. اللوز تحسه ما فيهش روح والبنه متاعه مش كيما البفريوه قويه، تحس كان كي تحمره، دونك حمرته شويه. وعلى كيلو لوز بودر 150 جرام سكر محور و20 جرام فرينة اللي باش تلمنا اللوز متاعنا وما تخليش يتفتفت. 20 جرام يا زوز مغارف كبار مش اكثر، خاطر زوز مغارف كبار تفي بالغرض كما نقولوا. دونك هذا بالنسبه للوز بودر. وبالنسبه للفاكهه كونكاسي 100 جرام
لوز محمر و100 جرام بفريوة كما قاعدين نشوفوا حمرتها شوية دوغي، والفستق ما نحمروهش. دونك على طبق 30 على 30 نستحقوا كيلو و300 فيكيا. الكيلو هو لوز بودر و300 الفيكيا اللي باش نعملوها من بعد كونكاسي. كي نعلو طبق نتاعكم كما قلت لكم 4 سنتي، حطوا 400 فيكيا كونكاسي. باهي بعد ما ارتاحت العجينه نتاعنا ساعه من الزمان، نجم تخليو حتى ساعه ونص، وزنتها كيلو 640. لازم نقسم على زوز كعابر، واحده اكبر من الاخرى. علاش؟ خاطر الكعبوره صغيره اللي عملتها 760 جرام انا حسب التقريب باش نحلها 18 طبقه من لوطه، والكعبوره الكبيره باش نحلها عملتها 860 جرام باش نحلها 21 طبقه من الفوق. دونك هذيك علاش لازم توزن اكثر، خاطر نحلو طبقات اكثر من الفوق تاع البقليوه. واللي في يدي هذيك الطبقه نمرو 21 هذيك عملتها 60 جرام. الكعابر كلهم 40 جرام. كل كعبورة نكعبرها نغطسها في النشا، ذاك النشا نغطسها بالباهي في النشا ونوزنها 40 جرام، ولازم نغطيوها على هواء. والكعبورة نمر 21 باش تجي في الوجه متاع البقلاوة اللي فيها بابي سلوفان توزن 60 جرام، ولازم نخليو ترتاح 15 دقيقة. ومن بعد نديرو نشا على البلان دو ترافاي متاعنا ونحلوها، وكل كعبة نحلوها نحطو بينها وبين الكعبة الأخرى منديلة، خاطر ما لازمش تشم الهواء. كان شمت الهواء تيبس ما عادش تنجح معاكم. دونك لازم نحافظوا عليها من غير هواء. ونحلو 18 كعبه من لوطه كما قلت لكم، 21 كعبه من فوق. من بعد نقلبوا اول كعبه حليناها تكون هذيك ارتاحت اكثر وحده، دونك هذيك نبداو بها. باش نبداو بالطبقات اللوطانيين اللي هما 18 طبقه. ندهنوا الطبق نتاعنا بالزيت، ومن بعد لمو يجينا كما بالطريقه هذيك، لمو ظوافرنا بالطريقه هذيك، ونبداو ندوروا ونحلوا ندوروا ونجبدوا في الوسط. كي تحسوها رهيفت في الوسط نمشيو على جناب. على الطبقات الخشينه اللي هما جينيرالمون يبداو على جناب. بعد ما ترهف في الوسط شوفوا لهنا كيفاش ولات جويده في الوسط وترانسبارونت، وقتها نكمل نحل الجناب نتاعي ويبداو صوابعي ملمومين باش ما تتنقبش ورقه البقلاوه. نجم تحلوها شويه مش كيفي انا برشا، وتحطوها على الحرف نتاع الطبق وتجبدوا بالنسبه للمبتدئين. والا كيما وريتكم انا تلموا تجيكم وتحلوا من الوسط، ومن بعد تمشيو على جناب. بعد تحطوها على الطبق اللي كيما قلت لكم دهنتوه مسبقا بزيت زيتونه، ونحلوها بالطريقه هذيك، ونفرغوها من الهواء باش تهبط وتلصق فوق الكعبه الاخرى، ونشكشكوها بشويه اكا الزيت والزبده النوازيت ذيك اللي عملناها مع بعضنا، والا كيما قلت لكم زيت زيتون. المهم نشكشكوهاش برشا، نشكشكوها بالمعقول، ونفرغوها من الهواء كيما قاعده انا بالكوردون نفرغها من الهواء. كل كعبه ننزل عليها نفرغها من الهواء حتى لين تلصق فوق الكعبه الاخرى بكا شويه الزيت اللي حاطيناه. كيما قلت لكم كانت تشكشكوها برشا راهو مش باهي الاوراق نتاعها يطير، دونك بالمعقول ننزلوا. لازم زيد نخرجوها من الهواء، كما تخرجوهاش من الهواء اوراقكم تجي طايره وما تنجحش معاكم البقلاوه. دونك نفرغوها من الهواء وننزلوا حتى لين الكعبات يلصقوا فوق بعضهم، ونرتبوهم في الليكوان سورتو باش كنحطوا الفاكهه تجينا مرتوبه في الاحراف في الليكوان. نخرجوا من الهواء لين نكملوا 18 طبقه. وما ننساوش بطبيعه الحال نحطوا الشكشيكه ذيك نتاع الزيت والزبده، كما قلت لكم تنجم تعملوا زيت بركه. لهناك بعد ما كملت 18 الورقه الاخرى ما نعملوهاش بالزيت، نفرغوها من الهواء نرتبوها كما عملنا قبيله بطبيعه الحال، او ما نعملوهاش بالزيت خاطر نرشوا عليها شويه سكر محور باش تلصق فيها الفاكهه. بعد خبيت مغرفة كبيرة سكر محور بالصفية، وزعتهم بالطريقة هذيك شوية مش برشا، جوست باش الفاكهة تلصق. هذا يعاوننا باش الفاكهة تلصق في الورقة متاع البقلاوة. وكل كيلو متاع اللوز بودر باش نحط منه رطل توا، من بعد فاكهة كوكاسي، ومن بعد رطل في الاخر من الفوق. بطبيعة الحال خلطت بك 150 جرام تاع السكر محول و20 جرام تاع الفرينة كما قلت لكم باش تخليها البقلاوة نتاعنا تجينا ملمومة وما تتفتفتش، وال150 جرام تاع السكر محول. اما نغربلوهم قبل ما نخلطوهم مع الكيلو لوز، ومن بعد كما قلت لكم نقسموا 500 جرام اللوطه 500 جرام من الفوق، نرتبوه بالطريقه هذيك. ومن بعد انا المغرفه اللوحه هذه مستويه باي حاجه عندكم مستويه كما انا المغرفه اللوحه هذه، نرتبوه في لي بارتي الكل في لي كوان الكل. وبعد بكوردون نقيسوا العمق نتاعها كيما لهنا انا وصلت وين قمرتها بذوافري وين وصلت. نقيسوا لازم في لي بارتي كل يوصل الفاكهه للحرف اللي قمرت فيه. كاين حاجه اعلى من حاجه شيره اعلى من شيره نهبطوها قد. من بعد ننزلوا عليها زيت خفيف، ننزلوا عليها نرتبوها، ننزلوا عليها اما شويه، ما ننزلوش برشا باش ما يدخل سينو ما يدخل لهاش الشحور. ننزلوا عليها بالمعقول ونرتبوها. وبالنسبه للوز والبوفري عملتهم كونكاسي بالطريقه هذيك. الفستق ما عملتوش كونكاسي، خليته كامل.
توا الفاكهة متاعنا باش تقعد في الوسط، ما تهبطش لوطا كي تجيب وتجينا مرتوبة. نخلطوها الكل مع بعضها ونحطو نص مغرفة كبيرة مش أكثر فارينة. هيك نص مغرفة كبيرة مش أكثر، نغربلوها. الفارينة ذيك باش تغلف كعبة الفاكهة وتعملها كي الكل وتقعد في الوسط وتجينا مرتوبة. نخلطوها الكل، الكعبات كلهم يتغلفوا بالفارينة. أما قبل ما نحطوها على اللوز البودر نغربلوها باش تنحى منها الفارينة الزايدة، كيما كيكا تقعد كوميم مغلفة بالفارينة. اما نغربلوها ونحي منها الزيت، وكيف كيف نحطوها بطريقه متساويه في لي بارتي الكل. حاجه نكيلو بها ونحطوها كعينكم ميزانكم باش تبدا مرتوبه كعبه البقلاوه، وننزلوا عليها ما نخليوهمش هكاك مش كيما نقولوا نرصوا عليها شويه بالمعقول، ما ننزلوش بالقوي سينو ما يوصلهاش الشحور. دونك نرصوا عليها ونرتبوها كيما قاعدين تشوفوا. الكعبات مسوا سيء في اللوز البودر وركحوا في بلاصتهم وسي بون. وقتها نكملوا نحطوا. انا كيما قلت لكم عملت كيلو لوز بودر، دونك عملت رطل من اللوطه ورطل من الفوق، رطل لوز بودر من اللوطه ورطل لوز بودر من الفوق. والفاكهه هذيك اللي في الوسط كيما قلت لكم 300 غرام. بعد نرتبوها بنفس الطريقه. وعلى قد ما تكون بقلاوتكم مرتوبة على قد ما يجي منظرها مزيان. من بعد لهنا حطيت مغرفة كبيرة من سكر المحاور كالعادة باش يلصقلنا الطبقة اللي باش نحطها من بعد، ورشيت شوية من العطر الشاي باش يزيد لنا البنة متاع البقلاوة متاعنا، وجينا فيه وحاوبينا بالعطر الشاي وشوية مش برشا. بعد باش نحلو 21 طبقة من الفوق، وكيما العادة بين الطبقة والطبقة بالكوردون نفرغوها من الهواء باش ما تجيناش ورقتنا طايرة. ورقة نمرو 21 دوب اللي حطيت لها شويه بالكل زيت وزبده، ما كثرتش ما نكثروش، تكثروا راهي تجي لكم تجيكم مش مزيانه. من بعد قصيت الحراف نتاع العجينه، تنجموا تعملوها خبز كيما تنجموا تعملوها بيتزا تجيب لنا برشا، وخيتها تتجمع ليله كامله. كيما قلت لكم ورقه نمرو 21 الاخرى دوب اللي تحطوا لها شويه زيت شويه زبده. وكان كثرتوا من الورقه نمرو 20 متشكشك نتاعها، الورقه نمرو 21 ما تبلوهاش ما تشكشكوهاش، تخليوها شايحه. انا خاطر قاعده نحط عيني ميزاني، دونك في الاخر حطيت شويه بالكل. هنا بعد ما ارتاحت ليله كامله كنت نخليها 5 سوايع، اما كي ترتاح ليله كامله وتقصوا كعبه البقلاوه من بعد كتجيب تقعد محافظه على شكلها، لا تصغار لحد شيء، بالعكس تقعد محافظه على شكلها. هنا بعد ليله كامله كملت فرغتها من شويه من الهواء، وتوا باش نرشمها. هنا عندي مسطره عرضها 2 سنتي ونص، والا نرشم به البقلاوه كيف عرضها 2 سنتي ونص. المهم الحاجه اللي باش ترشموا بها عرضها 2 سنتي ونص، ندير نرشموا ندير من الاحراف واحنا ماشيين. كيما قلت لكم ننصحكم ديما باش نولي انا جربتها وعجبتني ليله كامله ترتاح. من بعد كي قصيت كعبه البقلاوه ساعات كتيب تصغار هكا شويه تشرب، كي تخليها ليله كامله تتشمع تحافظ على الشكل نتاعها. وبكري قبل كانوا يخليوها تتشمع ليله كامله. دونك عملتها توا بالطول، رشمت بالطول وتوا بالعرض، وانتي والعرض تحب عليه. تحبوا تنجموها مربع، فمش شكون يعملها مربع، فمش شكون يعملها كيما قبل. انا بينين المهم عرضها 2 سنتي ونص. بدو كان تشكشكو نمرو ورقة نمرو 20 برشا وتشكشكو الورقة نمرو 21 الاخرى ما تساعدكمش في القصان وتطير لكم الوجه الفوقاني. دونك كيما قلت لكم كان شكشكتو الورقة نمرو 20 21 ما تشكشكوهاش، سينو شكشكوها شوية بالكل حتى بيجيكم مش لازم بالفوشة. بعد ما رشمت بالطول رشمت بالعرض، وباش نقصها مش باش نرشمها دوبليش بالسكينة، لا باش نوصل السكينة للقاع متاع الطبق مش شيرات الكل بالطول وبالعرض. الطريقة هذه سبق قلت لكم عليها في البقلاوة العادلية، توصلها الشحور في لي بارتي كل عجبتني. ومن بعد في القصان ما تعبتنيش. ومن بعد كي باش نطيبوا باش رزنوها ديجا بحاجه، دونك ضامنين لي الورقه الفوقانيه ما تطيرش. اما كيما قلت لكم لازم السكين توصل لاخر الطبق، وكتبدوا تقصوا كيف انا معناها تقصوا من غير ما تطلعوا السكينه سينو تطلع الفاكهه وتفسد لكم. قصوا بالطريقه اللي انا نقص بها، وانزلوا جوست شويه بالسياسه على اوراق باش ما يتنحاوش لي من الفوق. طبعا بعد ما كملت قصيت بالطول وقصيت بالعرض لهنا باش نحط عليها بابي كويسون ونثقلها بحاجه باش الورقات متاعها ما يطيروش. انا هنا حطيت البريكس هذايا، من بعد باش نحطها شويه على ليكوان في نص التيب، ساعات نحل نجبدها شويه على ليكوان باش ما تبداش طايره الاوراق في الاحراف، باش تبدا الاوراق هابطه من الشيرات الكل. وتوا باش ندخلها الفور على 150 درجه لمده ساعه. انت 150 دقيقه ابدا تفقدها، كان الاحراف حمارو
معناها راهي بقليتك طاب. نص ساعة الأولى نحلو عليه من اللوطة بركة، والنص ساعة الثانية من الفوق، وكان طاب من الفوق نطفيو عليه ونكملوه نطيبوه من اللوطة. لازم ديما نعسو عليه. تو باش نعمل الشحور، دونك كيلو ونص سكر، عليهم 300 مليلتر ماء، عليهم عرفة ونص قارص، والقارص نحطوه من الاول باش ما يسكرش الشحور متاعنا. باش نحطو من بعد 200 غرام جلوكوز، نحطوه على نار هادية. كان عمل السكر على حرف بفوشها مبلولة بماء بارد نهبطوه، ما نغطيوش عليه. كان نغطيو عليه يرجع ليه البخار والماء ويقعد برشا باش يطيب، دونك يغمق لنا الشحور. وكيفاش تعرفوا الشحور متاعنا طاب؟ تفقدوه بعد 25 دقيقة. لهنا كيبدا يعقد شوية، زدتو مغرفتين ولا مغرفة عطرشية كيما تحبوا. كيفاش نعرفوه طاب؟ بعد 25 دقيقة نبداو نتفقدوه، نحطوه على البلان دو طرافاي ولا الرخامة، ولازمو ما يسيحش ولازمو يتكعبر في يدينا. باش نوريكم كيفاش. لهنا مثلا بعد ما طاب والشحور متاعي حضر يتكعبر في يدي، ما يتلصقش في اليد. وقت اللي يوصل المرحله هذه نعرفوا الشحور متاعنا حضر. اغزروا كيفاش شادد روحه. هنا مثلا مازال ما طابش، اما هذه حبيت نوري لكم خاطر دغش يقول قايل هاو يتكعبر في يدي، معناها الشحور متاعي حضر. ليه؟ شوفوا لهنا كي ننزل عليه باش يقعد طري، مش كيما قبيله وريتكم طري ويتلصق شويه في اليد. لهنا تنجموا كنت تشحروا بيه تتفتش لكم الفاكهه، دونك لهنا مازال طري مش كيما قبيله. شوفوا يتلصق في اليد، دونك تزيدوه غلوه. لهنا عاودت وريتكم كيفاش كتاب. باهي في الصيف 130 درجه، في الربيع 128 درجه خاطر عندي فاكهه كونكاسي، في الشتاء 126 درجه بالنسبه للعباد اللي عندها ترمومتر. بعد ما تجيب الشحور توزنوه، لازم القاعدة تقول قد الفاكهة قد الشحور. كيلو 300 فاكهة، كيلو 300 شحور. أكثر كيلو 400 كما قلت لكم كانت بقكم عالي، كيلو 400 شحور. ما تنقصوش وما تزيدوش، هكا القاعدة تقول باش تنجح معكم البقليوة. بعد ما وزنتو زدتو 200 غرام جلوكوز. الجلوكوز زيدوه الشحور مازال سخون وتحلوه فيه. تنجموا تزيدوه من بعد كي يبدا يغلي بعد الغلوة الأولى، مش مشكل. أما هنا أنا زدتو بعد ما كانت شحوري وشحور سخون، ونحلوه في الشحور كي يبدا سخون بطبيعة الحال. هنا البقليوة متاعنا حضرت، شفتوها فاتحة من الفوق. اما راكي باش تشحروها تشوفوا كيفاش تغميق. كيما قلت لكم كايلت شحوري كيلو 300 قد الفاكهه متاعي، دونك نشحروها هي سخونه شحور سخون. كان الفرن متاعكم ضعيف طيبوها على 170 درجه كيما قلت لكم من 50 دقيقه. بداو تفقدوا فيها لو فات انكم تراو الاحراف حماروا، معناها بقلاوتكم حضرت. ولازم نشحرو نخليوها تشرب شويه ونكملوا البارتي، خليوها تشرب ونكملوا البارتي اللي مازالت شايحه. المهم نسقيوها بكا الكيلو 300 لين يطفى عليها هكاك الشحور بالطريقه ذيك. وما تخافوش الشحور مكيل كيما قلت لكم قد الفاكهه، دونك هذه قاعده تخليوها ليله كامله ترتاح. ثم بعد تشربها البقلاوه، الشحور الكل يشربوا البقلاوه وتجيكم بقلاوه بنينه في حقها. بعد ما ارتاحت ليلة كاملة تقلي على البقلاوة، ريتوها طنجرة ذيك عليها ماء يغلي على الفابور شوية مش برشا. نهزو البقة متاع البقلاوة متاعنا دوب ما نحطوه على الفابور هذاك. علاش؟ باش الشحور متاعنا هذاك ملوطة يترخى شوية، وكي نقلعوا قاعبة البقلاوة ما تقعدش تبقى ملوطة لاصقة في الطبق. هذا يعاوننا باش كي نهزو البقلاوة تشوفوا من بعد تهزب كلها، اما شويه ما نكثروش سينو تو الشحور نتاعنا يسيح. يعني من با دقائق من با دقيقه نعديوها على الشريط الكل من قدام من تالي باش دوب الليش كما قلت لكم، خاطر هذاك يشد السخانه جوست دوب الليش باش الشحور يطرى. تو تشوفوا توا باش نقلعها تشوفوا كيفاش ما تهزش تبقى اللوطانيه وتتهز البقلاوه كامله. السباتول والسكينات نتاعنا نحطوها زاده في الماء السخون باش يعاوننا باش ما يتلصقش الفاكهه في السباتول ولا في السكينه. وبالسباتول ننزلوا يمين يسار يمين يسار نحسوا رواحنا وصلنا القاع متاع الطبق. طريقة التقليع تتلقاها باغ ديتاي في البقلاوة العادلية. كنت تحبوا تعملوا عليها طلة نحط لكم مرابط نتاعها تحت الفيديو، سينو هاني باش نوريكم لهنا كيفاش تنزلوا بالسباتول يمين يسار. ومن بعد معناها ما تطلعوهيش السباتول فوق كيكه تتفتفت الفاكهه، تحاولوا تجدوا لكم انتوما وتدخلوها تحت الحراف متاع البقلاوه اللوطانيين وتطلعوا بالسيس. لازمكم تضمنوا اللي هي دخل تحت الحرف اللوطاني. نشوفوا هنا الطريقه لاستيوس اللي علمتها لكم متاع البابور كيفاش باش تخلي الطبقه متاع البقلاوه تتهز من غير ما تهز الطبقه اللوطانيه، تتهز لي بقلاوتي كامله. ندهنوا بالزيت نباتي، زيت معناها ما فيهوش مطعم، الرخامه ولا بلان دو طرافاي نتاعنا، ونذبحوا بالسكينه. نذبحوا بالطريقه هذيك ولا نجبدوا ليا انا كما قاعده نعمل
نجبد اللوطة والا نذبح باش تجيكم الكعبة مرتوبة. وسيي البقلاوة نتاعنا حضرت. شوفوا كي تذبحوا بالسكينة كيفاش الكعبة تجيكم مرتوبة، والفرينة كيفاش خليت الفاكهة تجي مرتوبة زادا هي وما تتفتفتش. والشحور كيما قلت لكم كيما عملنا كيما القاعدة، قد الفاكهة قد الشحور، كيف تجيكم بقلاوة طعم 66 كيف وما تتفتفتش. والجلوكوز قداش عطاها اللمعة كيما قلت لكم يلمعها ويصبرها وينحي اكل احراق وتجيكم بقلاوة بنينة. المقادير نتاع جميع الاطباق تلقاوها تحت الفيديو هذايا، طريقة القصان بالتفصيل كيف تلقاوها في البقلاوة العدلات. نحط لكم الرابط تحت الفيديو هذا، وان شاء الله تكون وصفة عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة وبنة جديدة. على بروشين.